صاحبة القصة أنا بنت عمري 33 سنة، من وأنا صغيرة كنت مميزة عن باقي الطلاب في فصلي، درجاتي كاملة وشاطرة ومتفوقة. تخرجت من الثانوي بمعدل مرتفع جدا، كان يسمح لي أدخل أي تخصص أختاره، لكن من عاداتنا وتقاليد القبيلة عندنا، أو خلينا نقول في ذاك الوقت، إن البنت تدرس إلين الثانوي وبس، ما تكمل جامعة، وعيب البنت تكمل جامعة أصلا، ومن ذا الكلام الفاضي. كلمت أبوي إني أنا أحتاج أدرس، وإني تعبت على نفسي ودرجاتي عشان أكمل دراسة. قال ما عندنا بنات يكملون جامعة، إيش تبغين أعمامك وعماتك يقولون إني خليت بنتي تدرس جامعة؟ حاولت معاه أكثر من مرة وبكل أساليب الإقناع إنه يسمح لي أدرس، لكنه رفض تماما وقال لي لا تحلمين بالدراسة الثانوية وخلاص. دخلت غرفتي وجلست أبكي من القهر، أفكر بتعبي ودرجاتي وحلم إني بصير طبيبة كله بيتلاشى عشان القبيلة. دخلت أمي عليا، شافتني أبكي، خافت علي، قالت بسم الله عليك إيش بك ليش تبكين؟ قلت لها كل اللي بقلبي، وإني أبغى أكمل دراستي وأترجاها عشان تقنع أبويا. أمي وأبويا من قبيلتين مختلفين، قبيلة أمي يدعمون إن البنت تكمل دراستها. راحت أمي معصبة لأبويا وكلمته وقالت له يا ابن الناس، البنت ما تعبت على نفسها وتفوقت عشان تجلسها في البيت، ترى ما لها ذنب بعاداتكم وتقاليدكم التافهة، توقفها عن استكمال تعليمها. عارضها أبويا وجلسوا يتناقشوا الفترة طويلة، هو يرفض وهي تصر عليه، إلين بعد محاولات طويلة مرة وافق، لكنه وافق بتردد. يعني صار يقول أهلي إيش بيقولون عليا؟ سمحت لبنتك تدرس طب؟ يعني مو بس جامعة، طب بعد، راح يتشمتون فينا. أمي تهدي وتقول لي ما عليك من كلامهم، خلي البنت تكمل دراسة. أقول هم أصلا بنظرهم دراسة البنت ما لها فايدة، وإن البنت مصيرها تتزوج وتجلس في بيت زوجها وهو اللي يصرف عليها. أنت الآن خليها تسجل بالجامعة، صدقني بنتك راح تسندك بكرة، صدقني بنتك راح تسندك بكرة لما تتقاعد أنت وتكبر بالعمر، راتبها وفلوسها لما تشتغل بتصرف علينا وراح تساعدنا. طبعا أمي مو بنيتها أنها تستغلني، لكنها تحاول تلين خوف أبويا من قبيلته عشان يلقى سبب يخليه يوقف في وجيههم. سجلت في الجامعة وانقبلت في كلية الطب. لما أعمامي وعماتي وبناتهم عرفوا إني انقبلت، بدأت سلسلة المشاكل والحقد والحسد، لأن كل البنات غيري يتمنوا الدراسة، لكن أهلهم رفضوا نهائيا، خصوصا البنات حقدوا علي وصاروا إنهم يحاولون يضروني بأي طريقة. صارت لي مشاكل وعقبات وأشياء كثيرة لين تخرجت، لكن الحمد لله ربي كان معايا وتخرجت بامتياز. لقيت بعدها مباشرة وظيفة حلوة في مجالي وبراتب حلو، توظفت الحمد لله ومشيت أموري، وبعد سنة ترقيت بوظيفتي. أنا كنت أجمع رواتبي كلها عشان أفتح لي مشروع خاص وأرتاح من شغل المستشفيات هذا. جمعت مع السنوات مبلغ كويس مرة وفتحت لي عيادة خاصة لي. كل الناس صارت تعرفني بعدها لأني شاطرة بمجالي.